بسوي كوكيز بطريقة مرة سهلة. عندي هنا 100 جرام زبدة وبيضة وسكر أبيض وسكر بني، هذا النوع السكر البني اللي يجي رطب، بيكنج باودر، كربونات صوديوم وطحين، والشوكولاتة عادي أي نوع شوكليت موجود عندكم. الزبدة طبعا بحرارة الغرفة، والسكر الأبيض والسكر البني. بعدين نضيف بيضة وفانيلا ونخلط، واضيف كاس ونص طحين ابيض، بيكنج باودر وكربونات صوديوم. كذا خلاص خلصنا. خلاص نوقف الخلاط ونخلطه باليد، نضيف الشوكولاتة ونخلطه كذا. الحين كذا خلصت، بدخله بالفرن بس تقريبا 8 إلى 10 دقائق، بس قبل بدخله بالفريزر بعدين بالفرن. طلعت الكوكيز ما شاء الله، خيال بنات لذيذ. طبعا هذه الطريقة أنا معتمدتها من زمان. تعال 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 ما شوف. شاء الله تبارك الله. وريني ايش رايك تفتح نشوفه؟ ابى افتح من دون ما تقولي ايش رايك. ما شاء يا الله مي مرة يومي يومي. شوف 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 ايش رايك؟ شوف 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 طبقة من فوق مقرمش ومن جوا مليان شوكولاتة. نفتح واحدة ثانية. قولي بنتلذذ واحدة ثانية. صح. شفت ما شاء الله يومي. شوف يعني أنصح أي أحد أخذ الطريقة هذه يقول الحمد لله والشكر لله. احمد ربكم قاعد يعطيكم نصايح اليوم. والله ليش؟ قولي ليش؟ ليش؟ لأنه قليل ترى الكوكيز وصفاته زينة. صادق. والله قليل. هذه خيال. أنا ودي بس مضبوطة. اسمع الصوت مقرمش من برا مرة. خيالي. بنات